أرمينيا مش مجرد بلد صغيرة في الكوكاز، دي حضارة عريقة عمرها 3500 سنة، وكانت أول دولة في العالم تعلن المسيحية دين رسمي ليها. الناس هناك بيعتزوا جدا بتاريخهم، وكل حجر في البلد بيحكي حكاية من زمان. جبل أرارت رمز للبلد، وبيقولوا إن سفينة نوح رست عليه، يفضل مغطي بالتلج طول السنة. نسبة الرجالة لعدد الستات في أرمينيا مخيفة جدا، كل 100 ست قصادها 84 راجل بس، وده بسبب الحروب والهجرة الكتير. الرجالة الفاضلين يا إما بيهاجروا أو مش بيفكروا في الجواز أصلا. والدولة حاولت تعمل مهرجانات زواج وحلول اجتماعية، بس الستات لسه بتعاني، وفي كتير منهم بيلجأوا لزواج الأجانب. في سنة 1915 الدولة العثمانية عملت واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ لما قتل أكتر من 1.5 مليون أرميني، والناجين اتفرقوا في بلاد العالم. 90% من أراضي أرمينيا جبال، وجبال أراتر اللي بتعدي 5000 متر. الشتاء هناك قارس وبيوصل ل 15 درجة، لكن في الربيع والخريف البلد بتتحول لجنة طبيعية، بحيرات زرقاء وتلج على قمم الجبال، وسماء صافية أكنها مرسومة. بريفاين مش بس العاصمة، دي مدينة كلها طابع خاص، مبانيها لونها وردي عشان معمولة من حجر الطوف البركاني، وفيها ساحة الجمهورية اللي بتنور كلها بالليل، وفيها متحف بيحكي مأساة الإبادة، وسوفن برانج اللي ممكن تشتري منه سجاد وتحف نادرة جدا. غيموري فيها مباني تاريخية من القرن ال19، ودليانج بيشبهوها بسويسرا عشان الغابات والهواء النقي، وجيريموك فيها مياه سخنة طبيعية بتعالج الجسم وبتريح الأعصاب. وكل مدينة ليها طابع خاص وجمال بيخطف العقل. دير تاتيف على جبل عالي بتوصله بالتلفريك، ويعتبر أطول واحد في العالم. نور فانك دير محفور في الصخرة وشكله يخطف العقل. وبحيرة صوفيان أكبر بحيرة في الكوكاز، والمية فيها أكنها مراية. وهناك هتاكل أحلى أكل السمك مشوي ممكن تدوقه في حياتك. الأرمان شعب فرحان بطبيعته، وعندهم رقصة تقليدية اسمها الكوشياري، فيها حركات بهلوانية جامدة، وبيحبوا الخمر جدا وبيقدسوه، خصوصا في المناسبات. والقهوة هناك ليها طقوس خاصة، وفي أعياد بيشعلوا فيها النار وينطوا من فوقيها كنوع من الطهارة والفرح. خد بالك إن الحدود مع تركيا وأذربيجان مقفولة، فلازم يكون معاك جواز سفرك وتعلم شوية كلمات كده أرمينية. ويا رب يكون عجب الفيديو، والسلام عليكم.